العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة نياه كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 10 مواطن بفيروس كورونا اليوم. مساهمة محمية قندع في تربية النحل والجذب السياحي. اختتام الفعاليات الفنية في الإقليم الأوسط. عمليات للجيشين الأوغندي والكونغولي ضد القوات الديمقراطية المتحالفة. إحداث تقدم طفيف لإحياء الاتفاق النووي مع طهران. مقتل 11 شخص جراء انفجار في كراتشي بباكستان. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 10 مواطن بفيروس كورونا. وظهرت 3 من الإصابات في مايتمناي و2 في عداق حموس وواحدة في كل من أبشاول وعد سقدو وقزباندا وقحوطة ومصاب قادم من عد قيح. في غضون ذلك شوفي 12 مريض كورونا، 13 من الأقليم الأوسط، وتوفي مريضا كورونا يبلغان من العمر 52 عاما و74 عاما من الأقليمين الأوسط وعنسبة. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7763، شفي منهم 7554 وتوفي 70 مريضا، فيما لا يزال 139 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 19 من ديسمبر 2021. أفاد مربو النحل بأن المحمية الوطنية في مديرية قندع عامة ومناطق فلفل سلمونة ودونغولو خاصة ظلت تسهم في الدفع بأنشطتهم الرامية إلى تربية النحل والجذب السياحي. وأوضح الشباب العاملون في تربية النحل أن عملهم تطور كثيرا نتيجة تغذية النحل في المحمية. وذكروا أن المحمية تستضيف مربو النحل الذين يمتلكون 4500 منحلة والقادمين من 5 أقاليم في موسم الخريف، ويسيرون نشاطهم باتباع توجيهات الإدارة. وأوضح مدير ضاحية دونغولو السيد عمر صالح قيام السكان بأنشطة حماية أشجار المحمية إلى جانب الحراس، وتنمو الأشجار المستوطنة جيدا نتيجة لذلك. وذكر مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية قندع السيد كدان برهانه تقديم 40 منحلة في فيشي مرارة و100 منحلة في دونغولو تحتاي. ويقوم مربو النحل بتسيير أنشطتهم بما لا يضر المحمية، إدراكا بأن المواشي تضر المحمية. أفاد مسؤول عيادة حديش عدي في مديرية علب برعد الممرض ألم كبروم توسيع خدمات العيادة لسد احتياجاتها بالمعدات والكادر الصحي. وأوضح تنامي الوعي الصحي للسكان نتيجة لتسيير أنشطة التوعية الجارية وتسجيل نتائج مرضية لرعاية الأمومة والطفولة والولادة في العيادة التي تقدم الخدمات ل4 ضواحي وقرى إضافية. وقال إن غرف انتظار الحوامل التي شيدت بتعاون السكان ووزارة الصحة تسهم لزيادة الولادة في العيادة، مشيرا إلى ولادة 90 امرأة في العيادة خلال الأشهر ال9 الماضية، مما ساهم ذلك في الزيادة بنسبة 25% مقارنة مع العام السابق. وأشار إلى تقديم العيادة 11 نوعا من التطعيم الذي يساهم للسيطرة على أمراض الأطفال، وقد تطعيم هذه السنة 81% بزيادة 23% عن السنة السابقة. ودعا الممرض ألم مكنن المجتمع مواصلة التعاون في كل الأنشطة الصحية، خاصة لبناء غرف انتظار الحوامل والأمهات.
اختتمت في الإقليم الأوسط فعاليات المسابقات الفنية التي ظلت جارية ل3 أعوام ابتداء من عام 2018. وقال مسؤول مفوضية الثقافة والرياضة في الإقليم الأوسط السيد إندرياس أسمروم في ختام الفعاليات التي جرت في 18 من ديسمبر أن الفعاليات الثقافية المنظمة في الإقليم الأوسط ساهمت للحفاظ على التاريخ وتنمية الفنون والتعريف بالمباني الأثرية لأسمرة والمواقع التاريخية في المديريات. وذكر تنظيم 22 برنامجا في الصالات والأماكن المفتوحة ضمن الفعاليات الفنية، وقدمت فيها 286 قصيدة و326 لوحة تشكيلية و168 أغنية و17 منشور تاريخي و19 تمثيلية استعراضية و16 أعمال تراثية و209 رقصات وتقديم 8 دورات تدريبية لحل النقص في الرقصات والفن التشكيلي والأدوات الموسيقية التقليدية والشعر. وأوضح أن العمل سيجري بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية المعنية لضمان الحفاظ على الأعمال الفنية بالتقييم والتنقيح، مشيدا بجميع المتعاونين لإنجاح الفعاليات الفنية في الإقليم الأوسط. وشهدت مراسم الختام عروضا فنية وتمثيليات استعراضية وقصائد شعرية. تلقى 17 من الشباب العمال في مديرية عرزة دورة تدريبية في الإدارة والقيادة وإدارة الوقت وفن الحوار وحل الخلافات. وأشاد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية عرزة السيد أسمروم استيفانوس في ختام الدورة التدريبية المكثفة التي استمرت ل3 أيام بمبادرة المعلمين والمدربين، داعيا المشاركين في الدورة لتنمية الثقافة الوطنية على أساس المساواة والعدل والتفكير الإيجابي. من جانبها أوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد كبودوم تفري أن التأهيل يحمل الشباب مسؤولية أكبر، وأشار المتدربون إلى أن التأهيل ينمي القدرات ويدفع بمساهماتهم. نشرتنا تتواصل لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي يتقدم جنود المشاة حاملين حقائبهم ورشاشاتهم في الغابة باتجاه مواقع قصفت من قبل متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة الذين يتعاقبهم الجيشان الأوغندي والكونغولي في شمال شرق الكونغو الديمقراطية. وكانت قاذفات الصواريخ قد بدأت عملها في معسكر سيومولكي الذي كان في الماضي قاعدة للأمم المتحدة داخل المحمية، قتل فيها 15 جنديا تنزانيا من قوات حفظ السلام على يد القوات الديمقراطية المتحالفة في 2017. وأصبح تدخل القوات الجوية والمدفعية الأوغندية في نوفمبر الماضي ضد قواعد متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة في شرق الكونغو الديمقراطية في أسبوع الثالث. ولم تنشر أي حصيلة للقتلى أو الجرحى، إلا أن نقطة أولية تم الإعلان عنها في مطلع ديسمبر أفادت بأن 34 إرهابيا أسروا و4 أكواخ معادية دمرت، وأطلق سراح 31 رهينة كونغوليا. وقال الجيش الأوغندي مطلع الأسبوع الجاري إن 3 مواقع إضافية للعدو استهدفت بضربات جوية ومدفعية. قال المفاوضون حول الملف النووي الإيراني أثناء مقادرتهم فيينا إن رئيس الوفد الإيراني المفوض علي باقري عبر عن رغبته في العودة إلى طهران، معتبرين توقف المحادثات لسبب لم يحدد مخيبا للآمال. وتحدث المفاوضون عن تقدم طفيف في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع طهران، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة استئناف هذه المحادثات في أسرع وقت تجنبا لفشلها. وأكد الدبلوماسيون أن جميع الشركاء الآخرين مستعدون لمواصلة المحادثات، ودعوا الإيرانيين إلى استئنافها سريعا وتسريع وتيرتها.
وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا أنه تم حراز بعض التقدم على المستوى التقني في المحادثات التي عقدوها في فيينا بهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، لكنهم حذروا من أننا نتجه سريعا إلى نهاية الطريق في هذه المفاوضات. واختتم المفاوضون الأوروبيون مع نظرائهم من إيران والصين وروسيا الجولة السابعة من المفاوضات بعد أيام عديدة من المحادثات المكثفة، ولم يحددوا موعدا للجلسة المقبلة التي يأملون أن تعقد قبل نهاية السنة. أعلنت شرطة مدينة كراتشي الباكستانية مقتل 11 شخص على الأقل وإصابة 13 آخرين في انفجار بمنطقة شرشاه. وقال المتحدث باسم شرطة كراتشي زعفر علي شاه إن الانفجار وقع في مصرف صحي يقع تحت أحد البنوك الخاصة في كراتشي، مشيرا إلى أنه تم إخطار البنك بإجلاء العملاء والموظفين لحين تنظيف موقع الحادث. وأضاف علي شاه أن مبنى البنك وكذلك محطة الوقود القريبة منه تضرروا جراء الانفجار، لافتا إلى أنه تم استدعاء فريق خبراء المفرقعات لفحص موقع الحادث، مؤكدا أنه لا يوجد دليل على أن الانفجار يتبع مخططا إرهابيا. وأشارت الصحيفة إلى أن فريق الخبراء أصدر تقريرا يفيد بأن الانفجار وقع نتيجة تسريب غاز وتراكم كميات كبيرة من الغاز القابل للاشتعال في المصرف الصحي تحت مبنى البنك الخاص. لقي 33 شخص على الأقل حتفهم وفقد عشرات آخرون في أعنف إعصار يضرب الفلبين بحسب حصيلة جديدة نشرتها السلطات، مشيرة إلى أن الكارثة خلفت أضرارا جسيمة في المناطق الأشد تضررا في وسط الأرخبيل وجنوبه. وأتت الأرقام الأخيرة بعدما أكد مسؤول في هيئة الطوارئ في محافظة نيغروس الغربية مقتل 13 شخص غرقا بأغلبيتهم، فيما فقد 50 آخرون أو فقد 50 آخرون في منطقة غمرتها الفيضانات. واضطر أكثر من 300 ألف شخص إلى ترك منازلهم والمنتجعات السياحية بسبب الإعصار راي الذي أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي والاتصالات في الكثير من المناطق بعدما دمر أبراج اتصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجارا وهدم منازل. ختام النشرة اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء فيها. إصابة 10 مواطن بفيروس كورونا اليوم. مساهمة محمية قندع في تربية النحل والجذب السياحي. اختتام الفعاليات الفنية في الإقليم الأوسط. عمليات للجيشين الأوغندي والكونغولي ضد القوات الديمقراطية المتحالفة. إحداث تقدم طفيف لإحياء الاتفاق النووي مع طهران. مقتل 11 شخص جراء انفجار في كراتشي بباكستان. إلى اللقاء.